إسرائيل طلبت مساعدة مصر لإخراج الإسرائيليين عن طريق معبر رفح، ورد فعل الرئيس السيسي كان صادم جدا، وإيران هددت بضرب القواعد العسكرية الأمريكية اللي موجودة في دول الخليج، وده بعد ما ترامب قال إنه هيتدخل في الحرب للدفاع عن إسرائيل. والمفاجأة الأكبر هي تدخل التنين الصيني للدفاع عن إيران، وباكستان بتطمن إيران بإن الحرب دي مش هتنتهي غير بمحو إسرائيل وأمريكا، والحرب اتحولت لحرب دينية، والموضوع بقى أخطر من الأول بكتير. زائد كمان إن في دول كتير من العرب هتتورط في الحرب دي غصب عنها، وأخبار تانية أوعدك إنها تصدمك، بس ما تنساش تشارك الحلقة علشان تفيد غيرك. نبدأ بأول خبر، وهو إن إسرائيل طلبت من السيسي إنهم يخرجوا الإسرائيليين المدنيين عن طريق مصر، بالتحديد من معبر رفح. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة، عندي سؤال أتمنى حد يجاوب عليه. هي ليه مصر المتصدرة في كل حاجة؟ يعني حرفياً أي بني آدم على وجه الأرض عايز يعمل حاجة يقول يلا على مصر. يعني مثلاً في بداية حرب إسرائيل والمقاومة، جو بايدن قال للسيسي إنه يفتح معبر رفح علشان يخرجوا الإسرائيليين اللي معاهم الجنسية الأمريكية، وساعتها السيسي رفض وقال له محدش هيخرج. وجو بايدن هدد السيسي وقال له دول مواطنين معهم الجنسية الأمريكية، يعني محدش يقدر يبص لهم. لكن برضو السيسي رفض وقال له لو عاوز تخرجهم يبقى توافق على شرطي، وهو إدخال المساعدات للفلسطينيين. وبالفعل أمريكا وإسرائيل نفذوا كلام السيسي ودخلوا كل المساعدات مقابل خروج المواطنين الإسرائيليين اللي معاهم الجنسية الأمريكية. بعدها موضوع قافلة الصمود اللي جايبة شوية شباب عاقلين، ومن ضمنهم جواسيس وناس معاهم باسبورات تبع دول أوروبية عايزين يحرروا الفلسطينيين، ده على حسب كلامهم يعني، وقالوا إنهم هيدخلوا من مصر. تخيلوا إن إسرائيل عندها بحر، والله مش دولة حبيسة، يعني حضرتك ممكن تروح لها عن طريق البحر أو عن طريق الأردن أو سوريا أو لبنان، وكل دول مسافتهم أقرب لإسرائيل، فاشمعنى بقى مصر؟ المهم إن طلب جو بايدن اتعرض تاني دلوقتي على السيسي، ونتنياهو قال إن الإسرائيليين يخرجوا من معبر رفح، بس الرئيس السيسي قال له انسى، محدش هيخرج من المعبر حتى لو الدنيا هتتهد على دماغكم، ملناش دعوة. والسيسي رفض كل العروض والاقتراحات اللي اتقدمت له مقابل خروج الإسرائيليين من مصر، لكن الرئيس السيسي رفضهم كلهم. تخيل إن إسرائيل قطعوا الغاز عن مصر رغم إن كان في اتفاقية ما بيننا، لكنهم غدروا بينا وقالوا هنخلي الشعب المصري يعيش في جحيم الحر، وده لأن بسبب قطع الغاز الكهرباء ما كانتش هتشتغل. لكن الرئيس السيسي طمن المصريين، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال مش هيكون في تخفيف أحمال ولا قطع كهرباء، احنا اتصرفنا وحلينا المشكلة خلاص. وسبحان الله، أول ما إسرائيل قطعوا الغاز عن مصر، إيران ضربت حقول الغاز في إسرائيل ودمرت جزء كبير منها. فعلا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. المهم بقى إن ترامب بعد ما حس بالخطر على إسرائيل قال إنه هيتدخل لإنقاذها، وإيران أول ما سمعت كده قالت إنها هتضرب جميع القواعد العسكرية الأمريكية اللي موجودة في دول الخليج وجميع الدول العربية، وهتندم أمريكا جدا على حمايتها لإسرائيل. لا ومش كده وبس، ده كمان باكستان اتدخلت بالفعل وبدأت تحرك شحنات للصواريخ الباكستانية وطيارات صينية لإيران، وهم في الطريق دلوقتي بالفعل. باكستان عمرها ما اتدخلت في أي حرب بين العرب وإسرائيل أو بين أي دولة عربية والدول الأجنبية عموما، لكنها اتدخلت في الحرب دي بالذات علشان معتبراها حرب دينية، لأن إيران بتتكلم باسم الدين الإسلامي الشيوعي، وباكستان نفس الشيء. وحتى لما رئيس باكستان أعلن إنه هيتدخل في الحرب قال يجب على جميع الدول الإسلامية التحالف في الوقت الحالي. ده غير كمان إن التنين الصيني هيتدخل في الحرب، لأن معنى إن باكستان اتدخلت يبقى اعرف إن الصين وراها على طول، خصوصا إن الحرب دي تعتبر مباشرة مع أمريكا، وده العدو الأول للصين. يعني بص من الآخر، لازم تكون عارف إن أي حرب أمريكا فيها الصين هتتدخل هي كمان. وكفاية كده في حلقة النهاردة.